طلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الجمهور اللبناني والعربي في حفل فني مميز أحيته ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية. الحفل أقيم على مسرح معبد باخوس واللي بيقف عليه كبار نجوم الغناء، وكمان مفيش أي فنانة مصرية وقفت عليه بعد كوكب الشرق أم كلثوم. أنا في منتهى السعادة، وبعلبك أكيد منورة بناسها وشعبها الكريم الأصيل، وأسعد حاجة في حياة الإنسان إنه يسعد ناس تانية غيره، وأنا سعيدة إن أنا بقيت بقدر أسعد جمهوري، وربنا يخلي لي جمهوري والناس اللي بيحبوني لأن أنا بحبهم كمان قوي. الجمهور اللبناني استقبل شيرين بحفاوة كبيرة جدا وتفاعل معاها ومع أغنيتها بشكل قوي، وكمان اللبنانيين دايما بيعتبروا شيرين قريبة جدا منهم. الحمد لله. عارف ليه؟ لأني أعتقد إن هو ده السبب. دايما يقولوا لي لأنك قريبة على القلب، مش متكلفة، فأعتقد إن هو ده السر، لأن النجمات حلوين كتير، والنجوم المطربين والمطربات كتار مهمين وحلوين وبيحبوهم الناس، بس هم يمكن الميزة اللي مقرباني منهم إني أنا طبيعية جدا، وأنا الحقيقة الشعب اللبناني ليه أفضال كتير عليا. شيرين كمان كشفت لنا عن الأخبار اللي بتقول إنها بتستعد لتقديم برنامج تلفزيوني جديد في الفترة اللي جاية، وكمان كشفت لنا عن أخبارها الجديدة. بحضر ألبوم جديد وبحضر برنامج يعني كبير، وهستضيف فيه فنانين صحابي، وهستضيف رجال دين ورجال في العلم، يعني مش عاوزة أحرقه، بس هو مش برنامج غنائي، هو فيه كل حاجة. الحفل حضره من مصر السيناريست تامر حبيب، واللي كان ليه تعاون مع شيرين من خلال مسلسل طريقي، وكشفت لنا شيرين عن تعاون جديد بينهم. انا ما خدتش الخطوه دي غير لما بجد حسيت ان انا لو دخلت على البيوت، وده طبعا بعد مسلسل طريقي، الناس هتتبسط، وبس الاستاذ تامر حبيبي يفضلنا عشان نعمل عمل زي طريقي كده. قول للناس اهو هيحصل والله قريب قوي ان شاء الله، في فيلم حلو قوي هنعمله مع بعض باذن الله ان شاء الله. كمان سالنا شيرين عن تجربه اعتزالها عن الجمهور وازاي الفتره دي مرت عليها، ولكنها وعدت جمهورها بان الموقف ده مش هيتكرر تاني. شيرين بعد هالنجاحات المتتاليه واليوم هذا الحفل الضخم، معقوله بعد تفكري تحرمينا صوتك؟ لا حرمت والله. انا دي كانت لحظه ضعف وطيش، بس مش هتعود تاني بإذن الله. طول ما انتوا كده محوطيني باهتمامكم وحبكم وتقديركم ليا، عمري في حياتي ما افكر اعمل كده. شيرين كمان حبت تنفي من خلال كاميرا أرابود الأخبار اللي انتشرت الفترة اللي فاتت عن اعتذارها عن بطولة فيلم أحمد السقا الجديد هروب اضطراري. أنا ما اتبلغتش بأي حاجة مع أحمد السقا. كل سنة وانتوا بألف خير، وإن شاء الله يكون عيد سعيد عليكم، وعيد كله محبة وأمان. وبقول لسيادة الرئيس كل سنة وانت طيب، وبقول لكل الدول العربية وكل رؤساء الدول العربية كل سنة وانتوا طيبين.